السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. والكورة دايما مجنونة، وكلمتين عن الزمالك وعن الونش. يا حبيبي الونش، يعني أنا معرفش الولد ده بقاله سنتين ونص واخد عين ولا إيه. كل ما يجي يلعب، أول مرة جاله رباط صليبي، رجع ماتشين وجاله رباط صليبي تاني، ومن يومين عرفنا انه كمان عنده قطع جزء في الركبة. تالت مرة. بقالنا سنتين ونص دفعنا شوربة من غيره، مش عارفين نعمل ايه. والونش يا عيني بيتصاب. الف حمد لله على السلامة عليك، وربنا يرجعك بالسلامة يا رب. الإصابة متطولش، ومعرفش بقى انت تذبح عجل ولا ايه يا ونش. واضح ان الدنيا كده ايه مش ماشية معاك خالص، وربنا يوفقك. ناس كتير بتوجه اصابع الاتهام على الاصابه الاخيره دي انها بسبب ملعب حلمي زموره، وملعب الزمالك مش متظبط، وكان عليه الخيمه الانتخابيه وكانت مبهدلاه، والارضيه فيها نقر وحفر وطالعه نازله ومش متساويه. فاحنا لو الموضوع كده، احنا حتى مدرب الزمالك الجديد البرتغالي جوميز بيقول ان الارضيه دي صعبه قوي. فالموضوع لو كده احنا بنناشد اداره الزمالك المحترمه انها تصلح الملعب ده على طول، او تلاقي مكان اخر للتدريب او ملعب اخر للتدريب للاعيبه الزمالك. شفنا من يومين مؤتمر الصحفي بالست سبع صفقات الجديده، وطبعا اكترهم واحد معروف عبد الله السعيد، وعملنا فيديو هنا عن عبد الله السعيد وانه هيفيد الزمالك ولا لا، وعجبكم والحمد لله. يا رب نشوف بقى زمالك جديد قوي يرجعنا للبطولات، بطولة افريقيا، الكونفدرالية، الدوري، الكاس. وكل الاحترام للمجلس الجديد انه عارف يعمل صفقات جديدة ويدفع الفلوس المتأخرة والبلاوي الزرقاء اللي كانت موجودة قبل كده. وكل الدعم للزمالك حبيبنا. وكانت احلى صورة طبعا شيكا الاسطورة مع عبد الله الاسطورة. تصوروا بقى ده بقى لو جابوا كمان مصطفى فتحي من بيراميدز، وجنبهم مصطفى شلبي الناحية التانية، وزيزو معاهم، هيبقى يعني مش مثلث هجومي بقى، هيبقى مربع هجومي رهيب وملوش حل. الحمد لله الزمالك كده ابتدى يعني يمشي في الطريق السليم. يا رب الصفقات دي مع المدير الفني الجديد البرتغالي اللي بيوعد انه يبذل قصارى جهده وبتاع، يعرف يعمل منظومة وفريق متناغم، ويبقى فيه هارموني، ويبقى فيه يعني تناغم، ان هم يعرفوا يلعبوا كويس ويقدموا ماتشات كويسة. كل الدعم للزمالك. معلش يا ونش، شد حيلك، كل السبورت والدعم ليك، واذبح لك بقرة بقى او بقرتين او عجل او كده، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامة على طول. جود لك للمدير الفني الجديد، ويا رب دايما تتابعونا في حلقات جديدة مع اخبار الزمالك وتحليل مباريات الزمالك. حبايبنا كلنا ومتابعينا، كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لحسن المتابعة. ميرسي.